اهلا بيكم. معاكم شريف المصري وعينا امان. الدور دلوقتي ان احنا هنتكلم على رائد الاعمال. هنعرف الاول زي ما عملنا الناحيه الثانيه، احنا عرفنا ايه هو مشروع رياده الاعمال، وبعدين اتكلمنا على بعض الفوارق بين المشاريع اللي قايمه بفكر رياده الاعمال والمشاريع اللي قايمه بالافكار التقليديه. الاول هندي تعريف صغير كده او مفهوم لرائد الاعمال. زي ما قلنا هناك هنقول هنا، بس هنا هنختلف في ايه بقى؟ هنقول مبادر، رائد، مخاطر، مبدع، جريء، حاجات تانية كتير. طيب، عايزين نخش جوه سنة كمان في بعض التفاصيل. طيب، هو نوع من الشخصية على استعداد لتأسيس مشروع جديد، كلنا على استعداد، ويتحمل المسؤولية كاملة عن النتائج. كلنا على استعداد نكون الراجل ده. بس هنا بقى في قوسين: عن النتائج الغير مؤكدة، النتائج الغير مؤكدة، ولديه الإرادة والقدرة لتحويل فكرة أو اختراع جديد إلى ابتكار ناجح يساعد ويقود التطور الصناعي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل لتحقيق الأرباح والتميز. الموضوع ده مش كبير، ما قلناش حاجة صعبة، بس قلنا إن هو لازم يكون يعني 3-4 حاجات مهمة. عنده إنه هيتحمل مسؤولية المشروع الكاملة لفكرته اللي بدأها وابتكرها وحب ينفذها لنتائج غير مؤكدة، وحول الفكرة بتاعته لمشروع كبير وصل حل مشكلة ناس بفكر ريادي ومتطور وحقق الأرباح والنمو. طيب، مقدمة عن رائد الأعمال. أولا، لازم تكون في بعض الصفات هنتكلم فيها مع بعض، لازم تكون عندك أو تكتسبها أو تتدرب عليها أو تتعلمها، على الأقل تعترف بيها. لو اعترفت بيها هتجيب حد فيه الصفات دي يبقى شريكك أو يدعمك، على الأقل تعترف بيها وبأهميتها. هتقدر تأسس أو يبقى مشروعك الخاص بفكر رائد الأعمال. على سبيل المثال، لو أنا حابب إن أنا حابب إن أنا أشتغل في المجال الطبي، يعني أنا حابب إن أنا أشتغل في المجال الطبي، دكتور، ممرض، عامل أمن، عامل نظافة، في المطبخ، في المغسلة، فني صيانة، في مستشفى، في مجال الطبي في مستشفى، يبقى أنا عارف كويس جدا إن أنا ممكن أتعرض لبعض انتقال عدوى ليا. أنا بتعامل طول الوقت مع مرضى، مش هعمل صداع، مش هعمل دوشة، هتقبل الناس اللي جاية لأي سبب من الأسباب. هم جايين يزوروا، جايين معاهم حالة، عندهم بعض الانفعالات الداخلية، عندهم حاجات تانية كتير. يبقى أنا عارف إن أنا هكون متقبل ده، وده مش هيسبب لي مشكلة، ومش هشتكي منه كمان بعد كده. طيب، في مثال تاني: لو أنا هشتغل في قطاع الهندسي أو العقاري أو المقاولات، هشتغل بقى مهندس، هشتغل عامل، هشتغل مقاول، أيا كان نوع شغلي، أبقى أنا عارف إن أنا أغلب شغلي متواجد فيه طول الوقت في الشمس، في الشارع، في الشتاء، بتعامل مع حجارة، مع زلط، مع رملة، مع طوب، في ارتفاعات بطلعها، في حاجات مش آمنة جدا، لسه ما اتبناش السور، لسه كذا. هبقى عارف ان انا هتعامل في الحاجات دي، بس كوني حابب انا ما عنديش مشكله، انا شايف متعتي في الحاجات دي. طيب، ايه علاقه ده بموضوع رائد الاعمال؟ اذا كنا بنفكر ان احنا الصبح هنعمل مشروع فهنتعب شويه ونكسب منه على طول، والمكسب بقى يفضل معانا باستمرار، لا، قد يحدث، لكن الطبيعي لا. الطبيعي ان هو يحدث ان انا انجح واتعثر وانجح واتعثر وانجح واتعثر وانجح واتعثر، مش لما اتعصب بقى احس بالفشل واقول الموضوع كده خلاص، وهي الفكره من اساسها كانت وحشه، وانا ايه اللي جابني هنا وايه اللي دخلني في الشغل. لا 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 لا، هتعلم من التعثرات اللي قبلي. هل هي ليها علاقه بيا؟ ليها علاقه بظروف اقتصاديه، انا اقدر اصلحها، اقدر اقللها،
اقدر ابتكر حاجه، ما فكرتنا كلها اصلا مبنيه على الابتكار. طيب احنا ادينا بعض التعريفات لرائد الاعمال. لرائد الاعمال اذا كانت عندي، او انا حابب ان هي تبقى عندي، او هتعلمها، او هتثقفها، او زي ما قلنا من شويه، مفيش مشكله، احنا مع بعض. اذا كانت مش عندي بقى، ومش ناوي انها تكون عندي، ومش حابب انها تكون عندي، وما عنديش ان انا اكون حاجه من دول، او اتعلم حاجه من دول، او شايف ان ده مش بحبه، يبقى من هنا هقول لك كمل معانا الدوره على انها فكره عامه. يعني احنا بناخد فكره عن فئه من الناس. اذا كنت حابب، احنا هنقدر نكمل مع بعض. وانا بفكر نعمل يعني مجموعه حلقات كامله تتعمل بشكل يومي لتجربه. هقول لكم الفكره دي في وقتها. احنا ان شاء الله هنكمل مع بعض المحاضره الجايه، ويا رب نكون استفدنا مع بعض كلنا ان شاء الله.